مرحبا، رح أتحدث عن بعض الظواهر الفلكية اللي راح تحدث بشهر أبريل تحديداً. هذه الظواهر ما راح تتكرر، أغلبها ومعظمها ما راح تتكرر إلا بعام 2045. شوف المسافة. فخلينا نشوف. ما أدري إيش ناوي لنا أبريل صراحة، بداية السنة الفلكية. فهذه الظواهر اللي راح أتحدث عنها ما راح تصادفنا إلا بعام 2045. أول ظاهرة راح تحدث عندنا مثل ما تحدثت بالفيديو السابق أنه صار تراجع في واحد، يعني 1 بالشهر صار تراجع بكوكب عطارد بالحمل. أيضا راح يوم 6 أبريل راح يحدث اقتران ما بين القمر وما بين المريخ وما بين زحل. هذا الاقتران اللي أقصد به أنه راح يكونون على خط مستقيم واحد، القمر المريخ زحل. مباشرة بعد يوم 1 اللي هو 7 أبريل راح يصير اقتران القمر مع كوكب الزهرة، كوكب فينوس. أما بتاريخ 8 أبريل راح يكون محاق شهر شوال، يعني راح يكون القمر ب 8 أبريل قمر غير مرئي. ب 8 أبريل أيضا راح يكون هناك كسوف للشمس. أنوه، كسوف للشمس، لكن ما راح يرى بالوطن العربي. لا حد يدخل ويقول لي احنا ما شفنا الكسوف الشمسي ما راح يشاهد بالوطن العربي. اما ب 10 ابريل راح يكون هناك اقتران ما بين المريخ وما بين زحل قبل شروق الشمس. وايضا بنفس اليوم يوم 10 ابريل راح يقترن المشتري مع القمر بعد غروب الشمس. وأيضا ب 11 أبريل راح يقترن القمر مع نجم الثريا بريدوس ببرج الثور. أيضا ب 11 أبريل راح يقترن القمر بنجم الثريا بلايدوس في برج الثور. ب 15 أبريل أيضا اقتران القمر مع بولوكس في برج الجوزاء. وأيضا ب 16 أبريل راح يقترن القمر مع خلية النحل في برج السرطان، ويصعب رؤيتها بالعين المجردة. ومن 16 أبريل إلى 22 أبريل راح تصير زخات من شهب القيثارة. كثافة شهب القيثارة راح تكون من تاريخ 16 إلى تاريخ 22، وراح تكون بأوجها من تاريخ 20 إلى تاريخ 24. وآخر شيء ب 24 أبريل راح يكون اكتمال قمر شوال. أتمنى لكم الصحة والسلامة. هذه أبرز الظواهر الفلكية اللي راح تحدث خلال شهر أبريل تحديداً، ويمكن اللي دخولنا شوال بعد رمضان بعد العيد شهر شوال. فهذه أبرز الأحداث الفلكية اللي راح تحدث، اللي ما راح تتكرر أغلبها إلا في تاريخ 2045. صحة وسلامة للجميع. انتظروا نشر جديد مني عرفان السباعي.